السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت المباراة بالتعادل السلبي ما بين الأهلي ومازيمبي، نتيجة حلوة لأننا هنلعب مباراة العودة على أرضنا في استاد القاهرة يوم الجمعة. محمد طاهر ضيع هدف الفوز في نهاية المباراة بغرابة شديدة، والفرصة دي ما تضيعش. محمد طاهر من أول ما رقص على سطلانة وهو مش محمد طاهر، الفرصة دي ما تضيعش يا طاهر. وكالعادة نجم المباراة مصطفى شوبير. بصراحة بنتفرج على الماتش ما نعرفش مين بيسلم مين ولا مين بيشوت بسبب التصوير، وأرضية المباراة ما كانتش حلوة خالص. كولر عمل مباراة حلوة وجهز لعيبته كويس بعد هزيمته من الزمالك، والأهلي لعب 19 مباراة في أفريقيا بدون هزيمة. أي نعم مفيش اختبار قوي للأهلي لأن كل الفرق اللي لعبها في مستوى المتوسط، بس إن شاء الله بطولتنا. وكمان كولر قدر يفهم فرق أفريقيا كويس وكمان درسهم كويس. أهم شيء في القاهرة يلعب بهدوء وما يندفعش هجوميا عشان المرتدات. فريق مازيمبي فريق كويس ويحترم، وإن شاء الله نوصل للنهاية. الاهلي بدا بدايه قويه، فرص كتير بتضيع ودي مشكله، وما شفناش هجمات من مازيمبي تخوف. وده اللي نجح فيه الاهلي، انه يخلي مازيمبي فريق عشوائي في الملعب، لان الاهلي كان ضاغط عليهم وما كانش يخليهم ياخدوا راحتهم في التمريرات، وكنا ممكن نخرج من المباراه بالفوز. انت فعلا بدون امام عاشور وحسين الشحات ناقصك كتير في الهجوم، واحسن حاجه عملها كولر انه بدا برضا سليم واحمد عبد القادر وما بداش بموديست. كلنا عارفين ان موديست لعيب تقيل، وانت عارف انك انت بتلعب هناك في ارضهم والرطوبة عالية وموديست مش هيقدر يعمل حاجة، هو كده كده خلصان لوحده يعني. واللي عجبني النهارده في كولر انه ما قلفش كتير في المباراة زي مباراة الزمالك، شكله اتعلم الدرس كويس، او الخطيب قرص له ودنه شوية، لان هو كان بيألف كتير في التشكيلة وما كانش مستقر على التشكيلة وكان سايب له الحبل في السايب. فكولر كان دي 5 مباريات مش هو كولر اللي احنا بنعرفه. النتيجة حلوة بنسبة 75%، ممكن نوصل للنهائي. مصطفى شوبير شال 3 اجوان ليهم حلوين جدا كان ممكن يدخلوا فيه. نجم يا مصطفى شوبير هو اللي شايل الاهلي، وهو اللي مخلي الاهلي مكمل في افريقيا لحد دلوقتي عشان نديله حق. بجد في اول دقيقه كان وسام ابو علي كان هيخلص المباراه. رغم ذلك احسن لاعب فرود للنادي الاهلي بيضغط وبيرتقي مع كل كوره، وبعدها على طول رضا سليم ضيع كوره ما تضيعش، واحمد عبد القادر اتعملت له كوره لو اتعملت صح كان جاب جول. وكمان لعبنا المباراه في الساعه 3 العصر، رطوبة عالية وأرضية الملعب صعبة جدا، ودول أصعب حاجتين واجههم النادي الأهلي النهاردة. لو كانت الظروف أحسن كان النادي الأهلي عمل نتيجة إيجابية، نقدر نصعد للنهائي. بس خلي بالك فريق مازيمبي فريق قوي، لازم في العودة نضغط ونستحوذ على نص الملعب ونخلص، وبلاش نضيع الفرص الكتير اللي بنضيعها. وكمان هيكون على ملعبنا وسط جمهورنا، يعني نخلص بدري وينفتح الملعب ونقدر نسجل الثاني والثالث. واهم شيء ان احنا خرجنا بالنتيجه دي، عشان الظروف دي كلها ممكن كانت تخلينا نخسر لولا تألق مصطفى شوبير. وكويس في المباراه دي ان احنا ما شاركناش موديست، لعب كاو ماتش حلو. قرصة الزمالك خلت الاهلي يلعب اليوم ماتش حلو جدا. انا شايف ان كولر اتعلم الدرس، وان شاء الله نوصل للنهائي وناخد البطوله كمان. من وجهه نظري لو عاد الشناوي انا شايف ان مصطفى شوبير يكمل مع الاهلي، وكمان يبدا بكهربا ووسام ابو علي كهجوم في مباراه العوده، وجنبهم عبد القادر في الهجوم. الاهلي لعب كوره افضل من مازيمبي، كوكا واكرم ما كانوش كويسين وبيسرحوا كتير في الماتش. رسالته لكولر اهم شيء يا كولر تفرحنا بالدوري وكمان بافريقيا. في مفاجاه في المباراه الصراحه مستغربها، التحكيم يا جماعه النهارده كان 10 على 10، وده نادر لما يحصل في افريقيا. ان شاء الله نكسب البطوله وباذن الله تكون من نصيب الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.